ثانوية عامة اللي لسه مخلصين وكل اللي سألوني عن الكلية والجامعة الفيديو ده ليكم. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. العلوم الطبية سابقا زي ما قلت في فيديو فات. كل التفاصيل عنها، مجموعها، موجودة فين، بس هنقول تاني برضو. كلية موجودة في محافظتين حكومتين بس، المنوفية وبني سويف. المنوفية كانت بتاخد من 86%، بني سويف 84%. كلية موجودة في جامعات أهلية وخاصة كتير. أهلية شبه المنصورة الجديدة، الجلالة، حلوان الأهلية، إسماعيلية الأهلية. خاص فارس، دلتا، حورس، ماست، 6 أكتوبر، بحتى أدناها 55%. أنا هتكلم عن جامعتي اللي هي جامعة المنصورة الجديدة. أول دفعة للكلية في الجامعة هي دفعة 2023. الأقسام المفتوحة عندنا في الجامعة حاليا هم 5 أقسام: أشعة، مختبرات طبية، تخدير، تركيبات أسنان، علاج تنفسي. وعلى حسب رغبات بقى، يعني رغبات الدفعة الجديدة أو أي دفعة ممكن يفتتحوا الأقسام الجديدة على حسب العدد المطلوب، زي بصريات، أجهزة طبية، وأطراف صناعية. نظام الدراسة فيها 4 سنين، متاح إن احنا نعمل دراسات عليا بعد ما نتخرج. الجامعة معتمدة دوليا ومحليا. بالنسبة للمواد الترم الأول بتبقى جنرال، بنتخصص من الترم التاني في سنة أولى. النظام ده موجود في جامعة المنصورة الجديدة بس، ممكن في جامعات تانية بيتخصصوا من سنة تانية. التقديم في جامعة المنصورة الجديدة بيبقى إلكتروني فقط، مفيش أي وسائل تانية، مفيش وسائط ولا في مصر ولا برا مصر. هسيب لكم لينك التقديم في البايو أو في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بعد التقديم الإلكتروني لازم نتابع الإيميل بتاعنا كويس جدا، عشان بيتبعت عليه بطاقة الترشيح وتفاصيل المصروفات وإمتى نروح الجامعة والوقت المحدد، وإن بعد الوقت ده ممكن خلاص ينتهي التقديم. مصاريف الكلية السنة دي 50,000، زائد بيبقى فيه مصروفات إدارية. مصاريف السكن والباص منفصلة تماما عن مصاريف الكلية والمصروفات الإدارية. آخر حاجة حبيت أتكلم فيها بخصوص الكلية، مش معنى ان احنا ما جبناش مجموع في ثانويه عامه ان احنا ندخل اي كليه وخلاص. اللي هو قالوا مثلا كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه دي كليه طبيه فيلا ندخلها، دي من 55% يعني. لا، الدراسه صعبه. مش معنى ان قالوا لك دي كليه طبيه هي اللي ادخلها، لا، الدراسه صعبه ومحتاجه حد يعني يدخل يكون فاهم هو هيعمل ايه، ميوله ايه، ويعرف يختار القسم بنفسه. مش يقول ايه احسن قسم ممكن في سوق العمل، احسن قسم مش عارفه في ايه. لا، هو حسب ميولك انت وبس. شكرا.